السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وفيديو النهارده هعمل لكم انبوكسنج لكتاب مستر محمد عبد الجواد للكيمياء ثالثه ثانوي. طبعا ده الكتاب. بس قبل ما نبدا اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نعمل انبوكسنج. طبعا زي ما انتم عارفين ان مستر محمد عبد الجواد كان عامل كورس تأسيسي ونزله على اليوتيوب، وكمان هو هيبدأ اول حصة يوم 7/8 اللي جاي ده على المنصة، وكمان الحصة مجانية جدا. فانا اشتريت الكتاب بتاعه. طبعا عايزة اقول لكم طبعا ان انا مبقتش انزل فيديوهات كتير الفترة دي، وتقريبا الفترة دي مش هقدر انزل السنة دي يعني وين لما هنزل فيديوهات. ف كمان هنصحكم ان محدش يتفرج على فيديوهات الا لو كان مهمة او ليها ضرورة علشان وقتكم. فحاولوا في السنة دي تظبطوا الوقت بتاعكم، تظبطوا كل حاجة علشان ما تبدأوش تايهين. ما ينفعش تكونوا بادئين ثانوية عامة وانتم مش مظبطين وقتكم، مش مظبطين اي حاجة، مش عارفين هتمشوا السنة ازاي وازاي رحلتكم هتكون في السنة دي. فانتوا لازم تكونوا منظمين كل حاجة معاكم، كل حاجة منظمينها، مواعيد دروسكم، مواعيد مذاكرتكم، وتحلوا كتير كمان. لازم تستوعبوا ان انتوا خلاص بقيتوا ثانوية عامة، ولازم تتحملوا المسؤولية اللي انتوا هتاخدوها. طبعا انا لسه بستكشف اللي جوه الباكج. المهم هو جاي متغلف. عليه الصلاة والسلام. اول حاجه كده في الباكج كتاب الشرح. طبعا مش عايزه اتكلم على الخامه والورق، دي في غنى عن التعريف يعني. وكمان الدرجات بتاعه الدرس الاول والواجب والامتحان، وكمان في كود كمان هنا. بعد كده ده اكيد كتاب الاسئله زي ما انتم شايفين من جوه. طبعا الباكج عباره عن اول بابين في الكيمياء. ده كتاب الاسئله. طبعا نستكشف اللي بعديه. دي الباب الاول، انقاذ ورشه الباب الاول الجزء الثاني، يعني اكيد في جزء اول هنا. لحظه كده، طبعا لسه بستكشف معاكم يا جماعه. دي كورس اساسيات، دي تالت حاجه. كورس اساسيات ده طبعا منزله على اليوتيوب. طبعا انا كنت مشتريه باكج لمراجعه النهائيه تانية ثانوي، ودي المذكره بتاعه الباكج كان جايبها بتاعه التاسيس. طبعا هما اتنين نفس المذكره عموما، يعني مفيش حاجه زايده عن التاني. تمام. يبقى دي تالت حاجه. بعد كده انقاذ الباب التاني الجزء الاول، وده انقاذ الباب الاول جزء تاني. تمام. في مرجعتين. الباب الاول ده الجزء الاول، وده الجزء التاني، وده برضو الباب التاني، ده الجزء الاول وده الجزء التاني. يعني هو قاسم البابين على مذكرتين، الباب قصدي على مذكرتين، جزء اول وجزء تاني. شوف اللي بعده. طبعا دي مش عارفه هي بتاعت ايه. دي اهم العلاقات البيانيه، هي كبيره قوي يعني. مش عارفه، انا اصلا لسه ما بعرفش حاجه في المنهج يا جماعه، فاعذروني. مش عارفه هو اصلا بيتكلم عن ايه. فهنعرف طبعا دي ايونات، ورقه تلخيص الايونات والكاتيونات. طبعا لسه هنشوف الحاجات في ثالثه ثانوي. دي طبعا دي اللعبه اللي المستر قال عليها. بصوا يا جماعه، دي عباره عن اللعبه بتاعه المعادلات اهي، يعني لو كان ظاهره بالفيديو. تمام. ودي بقى الرموز اللي هناخدها. طبعا دي بتتلزق الرموز بتاعتها عشان مش عارفه احنا بعدين بقى لما نشوف اللعب ده في الاخر. تمام. وكده يا جماعه يكون خلص الباكج. هوريهولكم زي ما انتم شايفين كده، كتاب الشرح وكتاب الاسئله اهو. دي كورس اساسيات اللي نزله على اليوتيوب. ودي طبعا 4 مذكرات، كل باب ليه مذكرتين عشان نراجعهم. المستر كان قايل في الفيديو ان هو يراجع. ودي طبعا مش لسه هنشوف دي تلخيصات ايه. طبعا انا اكتر حاجه حبيتها في الكتاب الحاجات دي، وانتوا عارفين من الفيديو بتاع مستر محمد عبد الجواد ومستر خالد صقر. بس سلام. ودي اللعبه
تمام. وده الباكج كامل عموما زي ما انتم شايفين. كتاب الشرح طبعا نيجي نعدهم 2 3 4 5 6 7 8 9. وكده يا جماعه الباكج بتاع مستر محمد عبد الجواد زي ما انتم شايفين، باكج كبير قوي. طبعا حابه اقول لكم على سعر الباكج. سعر الباكج 230 وبس كده يا جماعه. يكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا عملتوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلتوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس، سلام.